هاي، أنا اسمي نسمة أمين، أنا كو-فاوندر وسي او عزيزة. عزيزة هي سايكل تراكر بالعربي، ابلكيشن لمتابعة الدورة الشهرية بالعربي. عاملينها مخصوص للستات المصريات. هدفنا على قد ما نقدر إن احنا نوصل لكل الستات اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في فهم الدورة الشهرية أو عندهم مشاكل في متابعة الدورة الشهرية. فاحنا بنسهل الموضوع ده من خلال عزيزة بطريقة سهلة قوي. بنتكلم بالعربي المصري. عندنا المدونة فيها بتتكلم على مواضيع كتير ليها علاقة بالصحة وبالخصوص صحة الدورة الشهرية. تقدر من خلالها تتابع الأعراض، تسجل لو في أي حاجة مش طبيعية عن جسمها، فبالتالي تقدر تساعدها إن هي لو عايزة تاخد خدمة طبية معينة بخصوص الموضوع ده تقدر تستخدم عزيزة في إن هي تساعدها في ده. كنت بحب أشتغل في حاجات ليها علاقة بهيلث تك واشتغلت بره في حاجات ليها علاقه بالفيرتيليتي وفيرتيليتي دايجنوستكس، بس كان من جوايا كده في تولز معينه بحسها اساسيه بس في نفس الوقت مش واصله لستات كتير. منها حاجه ليها علاقه بالدوره الشهريه. بدات افكر في الموضوع وادرسه، وبرده اشتغلت في الارض شويه مع ستات وبنات مصريات عشان اقدر ابقى فاهمه برده نوع المشاكل اللي بتواجهها ونوع الخدمات اللي ممكن يكونوا محتاجينها. وكان من الحاجات الاساسيه طبعا ان هم يفهموا جسمهم، وبما ان الدوره الشهريه دي حاجه بتيجي كل البنات والستات كل شهر، فكان من الطبيعي ان انا اركز ان انا اوفر حاجه تقدر تساعدهم في ده. يعني مش حاجه اتمنى اعرفها على قد ما هي حاجه بوزيتيف جات لي، يعني انه الموضوع في ناس كتير بتساعد، في ناس كتير بتساعد من غير هدف، مش عايزين حاجه معينه منك على قد ما هم بيبقوا عايزينك اكشلي تكبري وتوصلي للهدف بتاعك من البرودكت. فدي حاجه حلوه. اتمنى لو كنت عرفتها من زمان كنت ابدا قبل كده. يعني فكره ابدا منين، يعني عامه بيبقى عندنا افكار كتير وبيبقى عندنا سكك كتير نقدر نمشي فيها، بس فكره ان تاخدي الخطوه الاولى وتبداي منين دي بتبقى صعبه. فيعني سهل الواحد يبقى يتشتت او ما يبقاش عارف يبدا ازاي. بس اعتقد اللي انا عملته هو ان انا بدات باللي بعرف اعمله. ما حاولتش ان انا ازود حاجات على نفسي انا لسه مش فاهماها، والحاجات بدات اتعلمها along the way. يعني النصيحة هو ان احنا على قد ما نقدر نحاول نخلي اليوزرز اللي احنا عايزينهم هم اللي يحددوا الفيتشرز اللي احنا نعملها، مش اننا يبقى عندنا حاجة في دماغنا عايزين نثبتها. على قد ما نبقى flexible enough اننا نعرف الناس actually عايزة ايه ونعمل اللي الناس عايزينه بالطريقة اللي احنا نفسنا نوصلها، بس في نفس الوقت تبقى الحاجة جاية من اليوزر، تبقى user driven. يعني